إخواني أخواتي، سلام الله عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن أسافر معكم عبر هذه الرحلة إلى منطقة لم يسبق لي أن زرتها في حياتي، لأنها كانت إلى عهد قريب غير ذات طريق معبد يوصل إليها نظرا لوعورة المسالك المؤدية إليها. أما اليوم وبحمد الله وتوفيقه فإن الأشغال تجري على قدم وساق لفك العزلة على الساكنة المتواجدة على طول مسارها. ويتعلق الأمر بمنطقة أيت عبدي الواقعة على تخوم الحدود الفاصلة بين دائرة إميشيل بإقليم ميدال وجماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلان وجماعة تيلمي بإقليم تنغير. وها أنا أمر معكم عبر الطريق الرابط بين دوار أوددي بوادي أسيف مدلول وتمزاغرت وزركان على مقربة من وادي خوسر الذي تنبع مياهه من أعالي الجبال الفاصلة بين جماعة تلمي بقيادة مسمرير وجماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلان. وكم جميلة وممتعة، ولو أنها خطيرة هذه المنعرجات الممتدة على طول الطريق الذي كان إلى عهد قريب يشكل عائقا بالنسبة لساكنة المنطقة، وخاصة خلال فصل الشتاء حيث تتساقط الثلوج وتنقطع المسالك الطرقية، ويكون من الصعب إيصال المؤونة والأعلاف لساكنة المنطقة وماشيتها.
ويندرج هذا المشروع القيم الذي تبلغ تكلفته المالية 4.37 مليار درهما في إطار برامج جهة درعا التافلات لإنجاز الطرق غير المصنفة والرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مناطق الجهة، ويشكل بذلك قيمة إضافية قيمة بالنسبة للساكنة، إذ أنه سيحقق مجموعة من الأهداف التي يمكن إيجازها في الآتي: ربط الدواور والمناطق النائية ببعضها وبالمراكز الكبرى، تشجيع التنمية المحلية عبر تسهيل تنقل السكان وتسويق المنتجات الفلاحية، تقليص العزلة عن المناطق الجبلية والصحراوية، تسهيل الولوج للخدمات الأساسية، ومنها على الخصوص القضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، وإحداث مستوصفات وأسواق لترويج السلع المنتوجة محليا، دعم السياحة القروية والجبلية بفتح مسالك نحو المواقع الطبيعية والثقافية. كنحييكم من عين ونشلات مقام على الضفة اليمنى من وادي قوسر نسبة إلى أي قوسر، وهي إحدى القبائل العربية بالمنطقة التابعة إداريا لجماعات وقيادات زاوية أحمصان. هذا العين كيجيو الناس كيتبركوا من المياه ديالو، وحسب بعض المعتقدات فإن أي واحد مصاب سواء في مرض وصابي أو عقلي أو نفسي كيجي لهنا كيستحم من هذه المياه وباش يبرى كيخلي واحد الحاجة من الألبسة ديالو هنا وكيمشي على حساب ما كيتقال. إذا كنحييكم مرة أخرى من هذا الواد أحمصان متابع إداريا لجماعة زوجة أحمصان. إذا أعانكم الله وإلى اللقاء. إخواني أخواتي كنحييكم من الطريق اللي كيربط ما بين قيادة زيت أحمصان وأزركان، وهي إحدى الدواوين السكنية التابعة لدائرة سيد محمد بن إقليم أنسيلان. فقد جئت في المصافحة هذا اليوم من إيميلشيب لاكتشاف هذا الطريق إخواني أخواتي، كآخر محطة لي في هذه الرحلة المباركة التي أرجو الله أن تروق لكم، أنني أتواجد الآن على مشارف دوار زركان بمنطقة أيت عبدي. في الحقيقة هذا الدوار اللي كيعيش في واحد العزلة هو بحمد الله وشكره قريب يتمتع بجميع الخدمات من خلال إيصال الطريق إليه من جهة إيميلشيب، وكنتمناو من الدوائر المختصة سواء بإقليم أزيلان
أو إقليم تنغير يبادروا إلى ربط هذه المناطق والمناطق المجاورة لها، طبعا بالأقاليم التي أقصدها بالطرق المعبدة لتحقيق التنمية المجالية وإزالة الفوارق الطبقية بين هذه المناطق. في الحقيقة هذا الدوار ديال زركان في أمس حاجة إلى مجموعة من المشاريع. أولا إحداث ملعب رياضي لتمكين الشباب والأطفال من ممارسة الرياضة، إحداث نادي نسوي لتمكين المرأة والفتاة بهذه المنطقة المعزولة من الاستفادة من دروس الطبخ والتربية المنزلية من الخياطة والفصالة والنسيج، وكذلك إحداث مؤسسة تربوية لفائدة الطفولة الصغرى، وكذلك إحداث مركز لتكوين الشباب سواء دار الشباب أو مؤسسة أخرى. إذا حقيقة هذه المنطقة في حاجة ماسة إلى التنمية، ولا يجب أن ننسى هنا أنهم في حاجة إلى تزويد المنطقة بالماء الشروب والكهرباء وجهاز الاتصال بالإنترنت والهاتف. إذن على بركة الله، وقبل ختم هذا الشريط بغيت نشكر الأخ العزيز الأستاذ الحسين بوقداد اللي وقف معايا باش ننسج هذا الشريط المتواضع، ودمتم في عون الله ورعايته، وإلى فرصة أخرى بحول الله.